كنت عارف عزيزي الاوتاكو انه بيتم صناعة ما يقارب 200 عمل فني بين افلام ومسلسلات انمي، وبيقوم بالموضوع ده ما يقارب 255 شركة صانعة للانمي في اليابان في السنة الواحدة. طب كنت تعرف ان ايرادات الانمي سنويا بتوصل حوالي 2 تريليون ين؟ يعني ما يقارب 1.5 مليار دولار عزيزي الاوتاكو. وبعد ما سمعنا لوكشة الارقام دي كلها، شد الحزام عزيزي الاوتاكو وتعالى نرجع بالزمن لورا ونشوف العظمة دي بدأت ازاي وامتى. تعالى في الاول كده نبدأ بمعنى الكلمة. كلمة انمي جاية من الكلمة الانجليزي انيميشن، وده لقب بيطلق على الرسوم المتحركة الامريكية. واول انمي اتعمل كان في سنة 1907، وكان عبارة عن صور متحركة مدتها 3 ثواني بس، وكان اسمه كاتسودو شاشين. وكانت الفكرة متاخدة من أفكار أمريكية وفرنسية وألمانية، وابتدوا يحسوا إنها هتكون سبوبة حلوة ليهم، ففضلوا يطوروا من النوع ده من العمل، وما كانوش يعرفوا إن الدنيا هتتطربق على دماغهم بسبب زلزال كانتو اللي حصل سنة 1923، وساعتها توقفت صناعة الأنمي لغاية سنة 1933. معلومة مهمة على الماشي عزيزي الأوتاكو، انت عارف ان في 2008 تم العثور على بعض الانميات اللي كانت موجودة قبل الزلزال، ومنها كان اول انمي قصير ومدته 5 دقايق، وكان اسمه لعنة السيوف. والاسم ده عزيزي الأوتاكو قريب جدا لقلبي، لانه بيفكرني باعظم شخصية في ون بيس. بس الانمي ده كان كوميدي واتعمل في سنة 1917، وكان في انمي تاني اتعمل في سنة 1918 اسمه اوراشيما تارو، وكان بيتكلم عن قصة اسطورية لصياد انقذ سلحفاة. المهم عزيزي الاوتاكو، تعالى نرجع لموضوعنا تاني. في سنة 1933 اتعمل أول انمي بعد زلزال كانتو، وده كان أول انمي يتعمل بصوت. أيوة زي ما سمعتني كده، يعني كل الانميات اللي كانت بتتعمل قبل كده كانت بتبقى من غير صوت، وكانت بتبقى عبارة عن حركة بس. واسم الانمي عالم القوة والمرأة. طبعا الفيمينست هيحبوا الاسم ده جدا. المهم، وبعد كده على طول قررت الحكومة اليابانية تصحصح، لأنها كانت حاسة إنها داخلة على حرب، وإحساسها ده كان صح. فبدأت تطلب من صناع الانمي ان هم يعملوا انميات ليها علاقة بالانتماء والتضحية وحماية الوطن، علشان يحفزوا الجيش الياباني ان هم يكرسوا قلوبهم. شينزو ساساجي يلا منك ليه. وفي سنة 1936 قبل الحرب العالمية الثانية بسنة، كانت الحكومة اليابانية بتطلب ان يتم عرض الانميات دي في نشرة الاخبار. ومن المفارقات اللي كانت بتضحك ساعتها عزيزي الاوتاكو، ان كان في انمي ساعتها بيلقحوا بيه على امريكا اسمه الشرير ميكي يهاجم اليابان، وبعدها توقفت صناعة الانمي بشكل عام لغاية الحرب العالمية الثانية ما خلصت. ما هو مش هيبقى موت وخراب ديار عزيزي الاوتاكو. بعدها بقى في سنة 1945 نزل أول فيلم أنمي طويل، وكانت مدته 1.25 ساعة، وكان اسمه محاربو بحرية موموتارو المقدسون، وكانوا حاطين فيه ساعتها بعض الدلالات على الحاجات اللي حصلت في الحرب، يعني أكنهم بيدسوا السم في العسل. اليابانيين دول برضه عليهم حاجات. المهم عزيزي الاوتاكو، ان من اول السنه دي واليابان طلعت وقالت اللي يعرف يوقفني يفرجني، ولغايه دلوقتي محدش عارف يوقف اليابان على صناعه الانمي والتطور والابداع فيه. وفي سنه 1948 تم تاسيس شركه توي انيميشن، ودي الشركه اللي انتجت الانمي اللي سمعته سابقاه وهو ون بيس. بس كان اول عمل للشركه دي كان فيلم انمي ملون باسم اسطوره الثعبان الابيض، وده كان في سنه 1958. والفيلم ده كان ساعتها عامل نجاح باهر ومكسر الدنيا. في الستينات بقى عزيزي الاوتاكو، واحد من اهم مطورين المانجا عمل وانتج انمي عظيم كان ساعتها طفره في الفتره دي، وكان اسمه استرو بوي. وطبعا الجيل الذهبي هو اللي هيعرف الانمي ده، واستخدموا ساعتها تقنيات جديده بتقلل من المجهود وبتقلل من مده انتاج الانمي، يعني كان بدل ما الحلقه بتنزل بعد شهرين بقت بتنزل بعد شهر. المهم بقى عزيزي الاوتاكو، قعدوا كده حوالي بتاع 15 سنه بينزلوا حاجات كويسه نوعا ما، ومن ضمنهم كان اول انمي رياضي اسمه ذا فيوتشر جو، وده كان عباره عن انمي ملاكمه. وكمان نزل اول انمي للاطفال وكان اسمه هايدي. وبعد كده ابتدت الفتره الذهبيه اللي نزلت فيها كميه انميات كانت عامله ضجه ساعتها، لدرجه ان سبيستون ساعتها ابتدت في ان هي تعرض الانميات دي، وكان من الانميات دي جزيره الكنز وماسنجر واجنحه كاندام وجريندايزر. في الثمانينات بقى عزيزي الاوتاكو، هنا ساسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذه العظمه، علشان في السنه دي تم تحويل مانجا كابتن تسوباسا للانمي اللي معروف عندنا بكابتن ماجد. ولان المعروف لا يعرف، الانمي ده حصل ساعتها على اكبر شعبيه من الاطفال في الوقت ده. وفي الوقت ده برضه ظهر اهم احد صناع العاب الفيديو سيجا، وعمل تحويل لبعض الانميات لالعاب والعكس، وده كان ساعتها في التسعينات. نيجي بقى عزيزي الاوتاكو للقنبله اللي فجرتها اليابان في وش امريكا، ودي كانت ساعتها اول مره تنتصر فيها اليابان على امريكا في عالم الفن، وعملت ساعتها انمي لا يمكن لاي شخص ايا كان كبير او صغير انه ما يعرفوش. والانمي ده هو بوكيمون اللي نزل في اواخر الثمانينات.
ودي كانت الفترة اللي كانت طفرة ونقطة انطلاق لليابان، وساعتها انمي بوكيمون حصل على شعبية عالمية غير عادية، وكانت حوالي نسبة من 85 ل 90% من أطفال أمريكا كانوا بيتابعوا انمي بوكيمون، وكانوا كمان بيبقى عندهم ألعاب بوكيمون. ومش عايزك عزيزي الأوتاكو تتخض من الرقم اللي هقوله دلوقتي، إن إيرادات العمل العظيم ده وصلت ل 100 مليار دولار. بمناسبة إن إحنا بنتكلم عن التاريخ، عارفين ان اطول انمي في التاريخ مش وان بيس ولا كونان، اطول انمي اسمه سازايا سان، وابتدى يتعرض سنه 1969، اللي هو انت لو جيت تحسبها دماغك هتعمل ايرور، وانا عزيزي الاوتاكو ما يرضينيش ان دماغك تعمل ايرور، عشان كده انا حسبتها لك، وعدد حلقات الانمي لحد دلوقتي وصلت ل 7881 حلقه، ولسه الانمي مستمر لحد دلوقتي. لو عجبتك الحلقه عزيزي الاوتاكو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه علشان تشوف فيديوهاتنا اول باول، وتسيب لنا كومنت وتقول لنا رايك فيه عن العظمه التاريخيه اللي كانت بتعملها اليابان.